وبعدين هي بقى ايه، اتشككت فيه ودبت خناقه وانت ما بتحبنيش. فالعريس ده بكى وقال لي ابونا انا مش عارف اعمل ايه تاني اثبت لها ان انا بحبها. هدايا بجيب بزياده، طبطبه بطبطب طول الوقت، كلام حلو بقول على طول، وقت بدي كل الوقت، حاجات مش موجوده ما تتغاظوش، بس ايه، حنيه مغرقها حنيه. قال فعلا كل اللي انا مذاكره بقى، يعني عارفين جاب كل ايات الحب وبيعملها وكل كتب الحب الزيجي وبيعملها. فبصت لها كده، يعني انا اللي زعلان منها يعني. قالت لي اعمل ايه في نفسي طيب، مخي تعبني بشوف. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. ثقة في محبة الله. شوفوا ربنا أظهر محبته بكل الطرق. كان عندي كابل كده من أسبوع دبين خناق كالعادة، كل يوم مش كل أسبوع، بس الراجل فعلا العريس ده مثالي، فعلا مثالي، دي حاجة نادرة مش موجودة، بس يعني ولد كويس. وبعدين هي بقى ايه، اتشككت فيه ودبت خناقه وانت ما بتحبنيش. فالعريس ده بكى وقال لي ابونا انا مش عارف اعمل ايه تاني اثبت لها ان انا بحبها. هدايا بجيب بزياده، طبطبه بطبطب طول الوقت، كلام حلو بقول على طول، وقت بدي كل الوقت، حاجات مش موجوده ما تتغاظوش، بس ايه، حنيه مغرقها حنيه. قال فعلا كل اللي انا مذاكره بقى، يعني عارفين جاب كل ايات الحب وبيعملها وكل كتب الحب الزيجي وبيعملها. فبصت لها كده، يعني انا اللي زعلان منها يعني. قالت لي اعمل ايه في نفسي طيب، مخي تعبني بشوف، مش مصدق بعد كل اللي بيعمله بيجي لي وقت مش بصدق. قلت لها تفتكري الغلط فين؟ قالت لي الغلط عندي. انا بقول الموقف ده ليه؟ هو بالظبط السيناريو اللي بيننا وبين ربنا قدم الحب بكل الطرق الممكنه، خلقنا على صورته ومثاله، ما استكترش، يعني مش قال انا ربنا هم شويه تراب، لا خليكوا شبهي، حب كبير قوي. بقى بيكلمنا بكل الطرق، محاوطنا بكل الاهتمامات، خلق لنا جنة جميلة واحنا اللي ضيعناها، قام رجع تاني عشان يظبطها تاني، جيب نفسه عشان يعيش معانا في الغلب ده ويشيله عننا، دفع الثمن كامل واستخسر الغلب فينا، هو اللي اتصلب، راح يعد لنا السماء، محاوطنا بملائكة مش شايفينهم، مدينا كنيسة جميلة، كل ما يتصوره الإنسان من احتياج لحب ربنا مش ممكن يكون قصر لحظة. ماذا يفعل لكرمي وأنا لم أفعله؟ لما واحد فينا يقول له أنت مش بتحبني، تصورت هذا العريس الباكي اللي بيقول طب أعمل إيه تاني عشان أقول لها أنا مفيش حاجة شغلاني في عمري إلا الحتة دي، إن أنا أثبت لها إن أنا بحبها. أقول لكم حاجة مش موجودة بس شبه المسيح، ربنا بيعمل كده، عاوز يثبت لنا من ساعة ما نصحى لغاية ما ننام وإحنا نايمين كمان ساعة، يثبت لنا إنه بيحبنا. ورد الفعل إيه؟ مش مصدق، مش مصدق، مش متأكد. طب أأكد لك إزاي؟ طيب إيه ممكن يأكد لك تاني؟ استجابة بستجيب، ده في أكتر من الصليب، يعني في أكتر من الدم، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. الثقة في محبة الله ضعيفة، إحنا بنشك لغاية دلوقتي، إحنا ساعات نتعامل مع ربنا كأننا بنقول له أنا مش متأكد إن أنا شغلك،
شغلاك، هو في حاجة شغلاني غيرك؟ انت ممكن تكون ناسيني، ناسيك يا ابني، انت ما بتفهمش. طبعا ما بيقولش ما بتفهمش دي انا، لكن هو احن من كده. فاحنا طبعا بنظلم ربنا في الحتة دي لما ما نستقبلش كمية هذا الحب، ما نثقش في الحب الإلهي. بدون إيمان لا يمكن إرضاء. ما يرضي هذا العريس الباكي؟ قولوا لي أريحه إزاي هذا العريس الباكي صاحب الزوجة الشكاك؟ سألته إيه يرضيك يا حبيبي؟ قال لي مفيش حاجة ترضيني غير تثق فيه. بس قلت هو ده الموضوع، عاوزها تثق فيه وتطرد أي فكرة مجنونة بتجيلها كل شوية ما بيحبنيش، عشان نعرف نعيش، عشان نعرف نتمتع بحياتنا. ده تعبيره، لأنه فعلا إنسان كويس قوي، فقادر أن يعطيها حياة ممتعة، بس هي تصدق. هي مشكلتها هنا وهنا، مشكلة مش مصدقة ومش حاسة. ليه مش مصدقة؟ مخها بقى يودي ويجيب، يكونش لحسن أصل بقى القصص والروايات، وتسرح السرحانة من دول وتستناه بالليل، وقصة جديدة ومفاجأة جديدة، يبقى راجع فرحان بقى وسعيد وفاكر ان الاستقبال حار وبتاع، ويفاجأ بقى بقصة عجب. يقول لها انتي فكرتي زي كده؟ يعني وصلتي للفكرة المجنونة دي ازاي؟ ازاي حللتي المواقف وطلعتي في الاخر ان انا متهم بعدم الحب؟ ده اللي بنعمله مع ربنا. انا بعيد كل ده عشان اكد لكم ده بالظبط اللي بيحصل مع ربنا، انه بيعمل كل حاجة بمنتهى الدقة والحساب لينا كحب، واحنا نترجمه في الاخر قلة حب. لها مأساة الثقة، هي أزمة ثقة. ده اللي مخلينا مش عارفين نعيش كما يجب، ومش ماشيين في المشيئة الإلهية. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget to subscribe and active the notification ring.